نفيسي، ما تصحصحك دي. هو انت لسه نايمة ولا ايه؟ في ايه يا عمتي؟ عمالة بتقلد الأصوات كده على الصبح ليه بس؟ كنت بتندمي علي؟ كنت عاوزة حاجة؟ لا، هو انا بقلد اصوات ايه يا نفيسي؟ يا نفيسة خشي طشي وشك بشوية مي. انا فعلا ست فتكات. لا اله الا الله. يا حسني، يا حسني. بتندمي يا ست فتكات؟ هخلص الحاجة اللي في يدي دي واجيلك يا غالي. لا لا، تعالي تعالي يا حسنى، شوفي مرات ولدك اللي بتمشي وهي نايمة دي. في ايه يا ست فتكات؟ البت نفيسة ايه اللي موقفها لهك دي؟ يا بت يا نفيسي. لا، ما هي مش هترد عليكي لان هي واقفة، لكن هي نايمة نعساني. لا اله الا الله. إيه بتمشي وهي نايمة يعني؟ عدينك دي يا ست فتكات. يا اختي احنا بنبقى فين والحاجات دي بتطلع لنا منين؟ عديني يا اختي. اشوفي بنفسك يا حسني. بنتي يا نفيسي، يا بنتي يا نفيسي، لا اله الا الله. يا بنت فيجي. يا عمتي، ايه كنت بتصحيني ليه؟ سيبيني انام شويه. هو انت يا بنت فاكره نفسك نايمه على السرير؟ فيجي يا بنت. بقول لك ايه، معلش يا ست فتكات، ناوليني من الزيك دي كوبايه مي اهو. يا بنت يا نفيسي، لا ده عاوزه شويه ميه كمان. يا بنت استني بس اما افتح الازازه وافضيها كلها عليه. ايه دي؟ ايه في يا عمتي؟ ايه المية دي؟ هو انا فين؟ ايه انا جيت هنا ازاي؟ اخيرا يا اختي فكتي. هو انت يا بنت ما بتشبعيش نوم؟ جايه تنامينا هنا؟ وروحي يلا شوفي انت بتعملي ايه. ده انت نايمه بقالك 3 ساعات هنا. ايه دي؟ 3 ساعات؟ انا نايمه هنا بقالي 3 ساعات. اصلا انا اتخيلت ان انت بتندمي علي. دخلت جوه عشان اشوفك ما لقيتكيش. جيت هنا وخير اللهم اجعله خير كده، وحسيت كده ان حد بيجلد صوتك، بس ما كنتش انت يعني. وبعد كده عرفت بقى انني بحلم بقى فنعست. لا والله شاطرة ما شاء الله عليكي. انصح اخواتك يا بت اللي كانت واقفة قدامك هنا الست فتكات. لا اله الا الله. هي جت حدانا يا عمتي؟ وراكي يا اختي اهي. قلقتيني عليكي يا نفيسي، انا عمالة اقول لك انا فتكات وانت تقولوا لي انت عمتي حسني، وبعد كده لقيتك نعستي على طول. ما تاخذنيش والله يا ست فتكات، اصل الواد محمد ما بينيمنيش خالص. انا بقيت بمشي وانا نايمه في البيت والله. ربنا يستر بقى. انا مش عارفه والله، كان الله في عون الامهات. عشان تعرفي يا اخت امك تعبت فيكي قد ايه وما تزعلهاش. روحي شكلك عاوزه تنام. هو الواد فين؟ لسه يا دوبك نعسان دلوقتي يا عمتي. هو لسه دعاء ولا لسه محدش جه؟ يا بنتي لسه محدش جه، بس قالوا يعني هيروحوا يزوروا علاء عشان وجع ورجله اتكسرت وكده، وقالوا هيجوا. يلا يا حبيبتي روحي انتي ناملك شويه يا محمد. علاء جوز صفية يا عمتي؟ ايوه يا بنت علاء جوز صفي. روحي يا بنتي يلا نامي جاري ابنك شويه. يلا روح. ما تشوفي يا عمتي انت كنت عاوزه ايه وانا عملهولك قبل ما اطلع. يا بنت روحي يا اختي، بدل ما تعملي لنا الحاجه وانت نايمه اتبهدلي لنا الحته جوه مش ناقصين. روحي ياما يلا. ماشي ماشي يا عمتي، شكرا كتر خيرك. انا هنام قيمة ساعتين كده على طول وهقوم. ماشي يابا يلا روحي. عاوزة حاجة مني يا ست فتكات؟ ما تأخذنيش بالله عليكي، ما تزعلي مني. لا يا حبيبتي، اطلعي كان الله في عونك. يلا يا حبيبتي، وديري بالك على ولدك، لا تنامي فوقيه تفطسيه. يلا روحي يا نفيسي. لا لا مش للدرجة دي يا ست فتكات. بقول لك ايه يا بت، الواد كمال والبت نور فوق يا عمتي. هي الساعة بقت كام دلوقتي؟ ساعة يا بت بقت الساعة 6. لبسيهم ونزلوهم هين وانا هعمل لهم السندوتشات من هين. يلا يا حبيبتي وانت نامي جاك محمد. كنت هعمل لهم انا السندوتشات، ما تتعبيش نفسك. لا يا بت خليهم بس يلبسوا وينزلوا، وانا هعدل للبت نورة شعرها كده وهعمل لهم السندوتشات، وكمان هروح اوصلهم كمان للمدرسة. يلا روحي. كتر خيرك يا عمتي. يلا سلام عليكم. يا عيني عليكي يا نفيسي، اتاري الامومة دي حاجة مش سهلة يا جماعة. امال ايه يا ست فتكات؟ الامومة دي حاجة مش سهلة يعني. سبحان الله، ربنا موسع عليها 3 مرات، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. يعني لا اله الا الله. فعلا الام دي بتستحمل كتير. المفروض كده الواحد لو يعرف امه بتتعب فيه قديش يشيلها بين عينيه كده ويتكحل عليه، بس مين يسمع؟
والله يا حسني، ربنا يرزق كل مشتاق، اللهم امين. يلا بقى خلينا نحضر الفطار اللي جوي. يلا يلا يا ست فتكات، كان الله في عونك يا نفيسي، وخصوصا اول شهرين ثلاثة دول. العيل ساعة يعني شوية يناملك الصبح وشوية يناملك بالليل لحد ما بيطلع عينهم، واديكي شايفها بتمشي وهي نعسان. كان الله في عونها بقى، اتشلشليتها ربنا يعينها. انا خلاص خلصت من زمان. بس تعرفي يا حسنى، على قد ما هم يعني بيتعبوا كده، بس أنا كان نفسي والله أجرب. بس الحمد لله ربنا كريم. تعرفي إنني بحس إن كل الأولاد اللي بشوفهم أولادي. الحمد لله يا رب. والله يا ست فتكات، واحنا كمان والله عدينك واحدة مين. تعالي يا غالية، تعالي نكمل الفطور اللي كنا بنعمله. يلا يا حسني. خيبك يا نفيسي، وصلت معاك ان انت تمشي وانت نايمه يا بيت؟ كل دي حته السفايه الصغننه دي هي اللي عامله فيكي كل دي؟ كان نفسك يا اختي من زمان تبقي امي تبقي اهو ربنا اداك. قومي انت بقى وبجد المسؤوليه. يا صفية، يا صفية، يما يا شكلها مش هنيه ولا ايه؟ ازاي يا بنت؟ انا لسه مكلماها في التليفون وقالت لي تعالي يما، وعارفه ان احنا جايين. بقول لك ايه يا نجي، مشي البت الطويله دي من قدامي، انا مش شايفه حاجه خالص. امشي يا بنت يا طويله انت من قدامي. يما خليكي شاهدي. اللهم طولك يا روح. يا ست حسنات، يا ست حسنات، ما فيهاش حاجه يعني لما هي وقفت قدامي. لا يا نجي، انا اللي عايزه اقف الاول، وقولي لها تمشي من قدامي، الطويله مش شايفه حاجه. هو احنا في الفصل ولا ايه اللي طويله مش شايفه قدامي؟ مش هتشوفي تكتبي من على السبوره؟ ياما ما تقولي حاجه للست دي. ما فرقتش بقى يا ولاء، تعالي انت هنا يا بنت وخليها تقف الاول. لا ياما، بقول لك احنا في بيوت الناس وعايزه احس كده ما يعلاش. احنا هنا مش في طابور المدرسه، وبعدين اللي يجي الاول يوقف. انا ما علاني. يا نجيجي زقيها، تعالي نزقها انا وانتي عشان توقفيني انا الاول. لا اله الا الله، هنزق مين بس؟ يا ولاء يا ولاء، ربنا يرضى عنك، احنا في بيوت الناس وحسنا مش عايزينه يعلى. عشان خاطري راضيها ربنا يرضيكي. يا ولاء ما تسمعي كلام امك بقى، ما ينفعش اللي انت بتعمليه دي. بصي تعالوا اقف في مكاني، تعالوا اقف في مكاني يا ست حسنات. لا انا عايزه اقف الاول. يلا يا نجي تعالي نزقها، يلا تعالي معاني. وانتي يا عسليه انتي، تعالي نضربوها ونقف انا الاول. يرضيكم كده يعني؟ عشان بتفضلوا تقولوا لي انني مفتريه. انا هوقفك بس علشان خاطر حبايبي فقط لا غير. انتي اجيويه ومفتريه، عديني انا الاول. خليكوا شاهدين، اني مش هرد عليه عشان اني مجدبه. واضح الادب باين عليكي. خلاص كده يا اختي، بقيتي واقفه الاول كده ارتحتي يعني؟ ايوه انا كده تمام. يلا بقى علشان عايزين نشوف النونو. النونو مين دي؟ مش عارفه يما. هو انت جايله لها ان احنا جايين سبوع ولا ايه؟ في ايه يا ست حسنات؟ ده جوز اختي رجله مكسوره، يعني عقبال حد كده علشان ما يعرفش يخرج ويروح ويجي معاني. ان شاء الله اللي يكرهني، انا مش هرد عليكي عشان انا عايزه اشوف النونو. فين؟ اسمها ايه اللي احنا جايين لها دي يا حسنات؟ يا اختي ده حتى نسيت احنا جايين حدا مين. احنا جايين، هقول بس ايه، يا صفي، يا صفي تعالي يا اختي، بدل ما تضيع لنا البراش اللي فاضله من مخنا هاني. والله يا اختي. ربنا يهديك يا ست حسنات. ايه دي؟ هو انتوا جيتوا؟ تعالوا واقفين ليه ياما؟ هو انت غريبه ولا ايه؟ ما تقعدوا. كيفك يا ست حسنات؟ كيفك انتي؟ فين النونو؟ هاتيه عشان عاوزه اشيله. نونو ايه ياما هو انت قلت لها ايه؟ لسه يا ست حسنات، ما فيش نونو لسه. يعني ما عندكيش نونو؟ طب هاتي لي مفتقه بقى علشان عاوز اكل. يعني هو لا نونو لا مفتقه؟ ياما بقول لك ايه بالله عليك، شوفي السقفه مع صاحبتك دي. يا اخواتي اقعدوا جو. هو انتوا ياما بقول لك ايه يا ست حسنات، اقعدي وانا كده هنزل اشوف عند حماتي اتيحت يعني مفتقه هجيب لك. تعالي يا نجيه انت جاري، اما تخليش البت الطويله دي تقعد جاري، انت اللي تقعدي جاري يا حبيبتي. عديني يا ولاء، عديني ولم الدور يا ولاء. لا اله الا الله، هو انا ضرتك يا ست انت ولا ايه؟ عدي ياما، ما انا مش هتكلم علشان بيوت الناس اللي احنا فيه. وانت اصلا لو ضرتي كنت هسيبك، ده انا كنت فرمتك كده على طول. تعالي يا حبيبتي انت يا نجي، فرمتيني كده يا سلام، طماطم ماني في الخلاط.
يا اختي ده أنا مش هنخلص معاكم انتوا الاتنين. وريني يا بنتي، وريني علاء، نخش له جوه ولا هو هيطلع؟ مش هنبطل النهارده من ولاء وست حسنات. يا ولاء يا ولاء، كبري دماغك بقى، انت عارفاها عقلها على قدها يعني. حاضر يم، هطلعهولك من جوه اهو. هقول يا علاء، يا علاء. في ايه يا صفية؟ في ايه وبعدين ايه الدوشة اللي بره دي؟ وهم امي واخواتي اللي طلعوا تاني يعني؟ لا يا علاء، قوم البس، قوم البس واطلع يلا، ده امي واخوات تاني. يلا تعال لحد ما احط لهم حاجه عشان يشربوه. طيب بقول لك ايه، تعالي سنديني علشان اقدر اقف يعني. طلعيني الاول وبعد كده بخش اصبي لهم اي حاجة. ماشي ماشي يا علاء، تعال سند علي. على مهلك على مهلك يا علاء. الف سلام عليك يا علاء، الف سلام عليك يا جوز اختي. بقول لك ايه التخري كده، انا مش شايفه منك إيه؟ انا مش عارفه انا قاعده ورايا ليه يا نجيه؟ قاعده وراكي بحبك، انا قاعده وراك عشان بحبك، لا اله الا الله. يما ما قلت لك تعالي انت جوازي جارها؟ لا وانا مش عايزاكي تحبيني، اوعي كده، ايدي مش عارفه اقعد براحتي. منورين يا جماعة، ان شاء الله ما نجيلكم في حاجة وحشة ابدا. ان شاء الله يخليك يا جوز اختي، الف سلام عليك. الله يسلمك يا ولاء. الف سلام عليك يا جوز اختي. هي غيره وخلاص، لا اله الا الله، ده جوز اخت تاني. اسكت انتي، ده جوز اختي اني. الف سلام عليك. عقبال البكاري، عقبال بكاري مين، لا اله الا الله بعد الشر. بقول لك ايه يا علاء، ما تاخدش على كلامها يعني. وبعدين انت عارف يعني الست حسنات، فاكرها ولا نسيت؟ ايوه يا ولاء، ايوه فاكرها يا ست حسنات، ده يعني هي دي تتنسي؟ بقول لك ايه يا صفية، ما تجيبي اي حاجة كده لاخواتك ولامك، هنفضل واقفين كده. حاضر، انا داخله اهوت يا علاء. لا يا بنت خليك انتي، انا هحط، تعالي يا بنتي يا صفيه. روحي معاها يا دعاء، ما تخليهاش تشيل حاجه تجيلي. استني يا بنتي يا صفيه، اختك جايالك. تخري لسه فيه ليه؟ اللهم طولك يا روح، بحبك اني. قولي يا جوز اختي، هو يعني الزيت جه ازاي في الحمام؟ والله ما انا عارف والله يعني الزيت جه ازاي، بس اللي اقدر اقوله يعني ان الحمد لله ان الزيت يعني صفية ما وقعتش منه، انها جت فيه يعني. يا حبيبي قدر الله وما شاء الله فعل. الحمد لله الحمد لله يا حماتي. بس مش غريبة دي يعني، الزيت ايه اللي هيجيبه في الحمام؟ ما احنا عايزين نقعد نفكر كده. عادي عادي، اصل الواد ياسين كان هنيه مع عمه، ولما الواد ياسين بيبقى قاعد هنيه بيفضل ينكش، يمسك جزازة الزيت يلعب في الكريم بتاع مرات عمه، ما بيخليش يعني ما بيسكتش. فتلاقيه يعني هو اللي كان معاه جزازة الزيت ولا حاجة، فادالك شوية منه ولا حاجة. الحمد لله ان جت على قدك دي، ما تشغليش بالك انت يا ولاء. قلت لي بقى ياسين، ربنا يخلي. ربنا يخليكي، ما جبتيش الولاد معاك ليه؟ الولاد سألت عليك العافية والله، ده انا عديتهم على البيت هدايا عشان يعني مش يعملوا دوشة وكده. امال فاطمة فين يا حبيبي؟ مش فاطمة هنا من امبارح؟ تحت يا حماتي، حضمي تحت، عاوزاها في حاجة اشياء اجيبها لك. لا يا حبيبي خليها براحتها، ان شاء الله ما تنحرموا من بعض. ان شاء الله يا ربي يما. بقول لك ايه يا ست حسنات؟ قولي انا سامعاك اهوت يا نجي. لك يا حبيبتي ما تعلقيش على ولاء دي من سن ولاد ولادك. ولادي مين؟ هو انا اتجوزت اصلا ولا خلفت؟ هو انت خرفتي ولا ايه يا نجي؟ ده انا بقول عليك ان انت بعقلك. اتجوزت ولا خلفت؟ امال مين اسلام وايمان؟ انت ما تعرفيش حد اسمه اسلام وايمان؟ لا طبعا بعرفهم، دول اخواتي الصغيرين. اولادك دلوقتي بقوا اخواتك، لطفك يا رب. يبقى الكلام ملوش عادي. يلا يا حبيبتي خلينا نروح على الدار. سامعه يا بنت، سامعه الست حسنات، ده على الله خالص حكايتها. والله يا اختي فعلا على الله خالص. بقول لك ايه ياما عن اذنك يا ست حسنات. بقول لك ايه ياما، احنا هنروحوا بقى، وانتي خدي بقى صاحبتك واطلعي بقى على الدار عشان الولاد يعني زمانهم طلعوا عين عمتي هناك. حاضر يلا روحوا انتوا، خلوا بالكم بس من نفسكم ماشي، ما تكلموش حد وانتوا ماشيين في الطريق، وديروا بالكم على نفسكم كده، وامسكوا يدكم في يد بعض. حاضر ياما، وهناكل السندوتشات وهنصحصح في الحصص، واللي مش عمل الواجب الميس هتضربه. في ايه ياما؟ في ايه مالك؟ انت فاكره احنا رايحين لسه الحضانه ولا ايه؟ ايه دي؟ هي الست حسنات طبعت عليكي ولا ايه؟ لا يا ناصحه، يعني انا غلطانه يعني انا بقول لكم ديروا بالكم على حالكم وانتوا ماشيين. طب يلا روحوا امشوا، روح، وانا مش هنبهكم من اي حاجه تانية بدل مش جابلالي اي كلام يا ست ولاء. لا ياما والله ده اني بهزر معاكي.
ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، وتفضلي تخافي عليا كده العمر كله. يلا بقى دي انت بس بالك دي على ست حسنات اللي هتعض حد وانتوا ماشيين في الشارع تجيب لك مصيبه. وهي بنتي ايه الكلام اللي انت بتقوليه دي؟ والله لو سمعتك لا هتيجي تعضك انت. لهو على ايه؟ طيب احسن خديها وروحي. يلا يا حبيبتي سلام. يلا يا اختي خلينا نمشوا. اكيد البت دي كانت بتسلطك عليا، كانت بتقولك ايه؟ وهو هتسلطني عليكي بس ليه يا ست حسنات؟ انا عارفاها بنفسنا مني وبتغير مني، اكمنني احلى منها. هو شعر مبيض لكن هي شعرها مصفر. فعلا ده كان نفسها شعرها يبيض بس مش عارفه تبيض، وبقى هنعمل ايه؟ هبقى خليها تجيب ازازه بويه وتكب على راسها. تعالي احنا نروح يا حبيبتي. ماشي بس ما تقفيش معاها كتير عشان البت دي منفسنه ومش حلوه من جوه. لا يا رب يا رب عوض عليا عوض الصابرين. يلا بينا يا ست حسنات يلا بيني. انت يا ولاء مش سهله، عامله مخك بمخ الست الكبيره دي. والله يا اختي انا ما عملت حاجه، هي اللي جابشه ملحتي ما تعرفيش ليه. غلبانه يا اختي انت غلبانه. يتحط على الجرح ايه يولع، قصدك يا اختي يطيب. يلا يا اختي يلا خلينا نروح. وزمان اللي ولاد طلعوا عين عمتك. واه ست فيروزي، بقولك ايه يا ست فيروزي؟ ايه ده انتي بتنادم عليا؟ هو انتي تعرفيني؟ انا عارفاكي. مش انتي اللي ساكنه جار فوزي اللي عند محمد ابو السيد في الناحيه اللي وراني؟ ايوه انا. انت تعرفوني يعني؟ يا اختي بشوفك على طولك دي، وانا بروح يعني علشان اودي لها الفلوس اللي بوديها لها كل شهر. يعني انا بطلعها لله كده، وكنت عاوزاكي تديها المبلغ اللي هديهولك دي، وقولي لها من ولاء بنت الحاج محمد، وهي تعرفني. اما انا بديها على طول فلوسك دي على طول صدقه. خرب بيتك بتعملي ايه يا بنت انتي؟ هتضيعي الصدقه بتاعتك. ايوه يعني انت بتديها فلوس لله يعني؟ ايوه انا بديها فلوس كل شهر علشان جوزها التعبان اللي قاعد في البيت وما بيقدرش يشتغل، بدل يعني ما تمد ايديها وتشحت وكده. انا بديها مبلغ كل شهر، ولو انت عاوزه يا اختي اديكي. لا كتر خيرك. طيب يا اختي وصلي لها الفلوس دي، وبدي كمان امها نفس المبلغ. يعني انا بديها بتاع 500 جنيه في الشهر، بعطف عليها يعني عشان خاطر ربنا. وامها كمان تاخدي تدي لامها ال 500 جنيه بتاعتها. ماشي لو انت عاوزانا وصلها لها. خدي يا اختي الفلوس اهي، 500 لامها و500 ليه. ماشي. يلا جزاك الله خيرا. اوعي تقولي لاي حد حاجه من اللي انا قلتها لك دي. لا ما تخافيش ما هقولش. سلام عليكم. ايه يا بنتي يا مسطوله انت؟ ايه يا مخبله انت اللي عملتيه دي؟ ايه يا اختي عملتي ايه؟ وبعدين ده انا بطلع فلوس لله للناس الغلابه. يعني حد يعني لما يطلع فلوس للناس الغلابه يعني بيفضح الناس كده؟ ولا انت بتروحي وبتديها لهم لحد عندهم والحاجه دي بتبقى سر بينك وبين ربنا؟ ما فيهاش حاجه يعني لما الواحد بقى يتباهى كده ان هو بيطلع فلوس لله وفي نفس الوقت ياخد ثواب. يا اختي كده ثوابك هيروح. مش انت بطلعاها رياء قدام الناس؟ خلاص انت الناس هتقول عليك ان انت كريمه وان انت ما شاء الله عليكي غنيه وما هتاخديش ثواب من عند ربنا. واه يا اختي هو انت بتخترعي ولا ايه؟ والله زي ما بقول لك دي الفلوس اللي انت بتطلعيها يعني رياء قدام الناس كده عشان الناس عليك تقول عليك ان انت كويسه وان انت بتساعدي الغلابه وكده. انت ما بتاخديش عليها بقى كده ثواب. المفروض دي حاجه بينك وبين ربنا تبقى كده في الديره. طب اروح يعني اخد منها الفلوس؟ فيروزه لسه جارنا اهي. خلاص يا اختي اللي عملتيه يا خيوبا عليك يا شيخ. يا شيخه ده لو بنتك هتفهم عنك. انا مش عارفه الصراحه انت بتفكري ازاي ولا. خلاص يا اختي تاني مره هبقى اخلي الصدقه كده في الديره بيني وبين ربنا. ماشي يا اختي امشي قدامي امشي. ده ايه الاخت دي؟ هو كله جايش ملحتي ليه كده؟ محدش طايقني ليه؟ لا اله الا الله. ربنا يهديكي يا اختي.